سلام للجميع. جاءت فيديو جديد ووصفة جديدة كما راكم تشوفوا اليوم. وصفة رائعة وخفيفة وظريفة. راح ندير لكم اليوم خبيزات محشية بطريقة سهلة ومبسطة. كل شيء موجود في الدار وحاجة نقية بدايتك. حبيت نبدل الوصفة. تقدري ديريها على شكل دوائر ولا على شكل فطائر كما هكا. ان شاء الله قبل بداية الفيديو ما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. واش نحتاج في وصفتنا اليوم؟ نحتاج 3 كيسان سميد. كيلي الكيال الموالفة كيلي فيه. انا درت 3 كيسان سميد رطب، زدت عليه كاس فرينة وربع كاس من الزيت. ربع كاس من الزيت. نحتاج سكر، ملح، خميرة. الخميرة غير على راس المغر فقط، ما تزوديش ياسر. اذا ما عندكش الحليب الغبرة ديري اعجني بالحليب. درت الكمون، حبة الحلاوة، البسباس. هذا هم الحوايج اللي درتهم. ونعجن بالماء كما قلت لك. اذا ما عندكش الحليب الغبرة اعجني بالحليب. راح نعجنها عجينة عادية، لازم تكون طرية. ونخليها تريح وتختمر بعد ما تتعجن. من بعد واش نحتاج في الوصفة تاعنا؟ نحتاج 2 حبات بصل مقطعة شرائح بالطريقة هذه. ونحتاج من بعد راح ندير 2 زردية ولا سنارية، 2 حبات، 3 فصوص ثوم، 2 حبات طماطم، مغرفة مش مليان طماطم مصبرة، ومغرفة صغير هريسة. بعد ما نقلي هذاك البصل مليح، نقليه مليح كما راكم تشوفوا. عفوا ما يتقلاش، معنا كل شيء راح نرميه في دفعة واحدة، البصل والطماطم والسنارية والثوم. نقليهم هذا شوية، ومن بعد باش راح نرمي الطماطم والهريسة مع بعضهم. يعني هكذا انا بدلت في الوصفة شوية، ما درتش الفلفل الحار. اذا عندك فلفل حار احمر يابس ديريه. بعد ما تقلت لي كما راكم تشوفوا شوي، نزيد عليها هذيك الطماطم والهريسة ونضيف التوابل. ندير فلفل كحل، لفاح، الملح، وندير زيانة، ودرت معاه شوية توابل تاع الدجاج باش تعطيني كنكهة فقط. راح نقليهم مليح مليح مليح. هاني كما قلت لكم درت التوابل، درت كما قلت لكم فلفل كحل والملح واللفاح. من اللفاح ساعات يقولوا له شي هو لفاح. اللفاح هو راس الحانوت. هذا ما كان. درت زيانة او فلفل العكر الحلو، يعني زودت شوية. ونقليهم كل هنا ونخليهم على نار متوسطة حتى نطيب هاك الطماطم والفلفل والزردية كلها تطيب. بعد ما تطيب كما راكم تشوفوني نغطيها. يعني جاتني فكرة، قلت نزيد عليهم باش نحل حلاوة الطماطم والزردية. درت حبة ونص فرماج ولا حبتين، هذا لقيت في الفريجيدان درتهم. ونقلبهم مليح مع بعضهم. واذا ما عندكش الفرماج ديري فرماج المبشور، ولا ما عندكش خليها كما هكا الحسيلو. المهم نكمل كل شيء كما راكم تشوفوا. وبعد ما نقلي جاتني فكرة، نعرف انه اولادي يبدو يقولوا فاك البصل ونقولي فاك طماطم، نقول هاي كاش ما نرحيه. اما كي رحيت عطتني واحد البنه ما شاء الله، قسما بالله كان روعه روعه روعه. ان شاء الله تجربوها وترحوها كيما بالطريقه هذه بالاشوار ولا بالمكسير كيما تحبي. هنا بعد ما ارتاحت العجينه تاعي، بعد ما عجنتها عجينه عادي تكون طريه، نجيب الفرينه ونقسمها. انا 3 كيسان ادت لي 9 حبات ولا 8 حبات بالطريقه هذه. معناها جات لا كبيره ولا صغيره، الحجم المتوسط. كما تشوفون الحجم المتوسط. نحلها عادي. السمك تاعها يكون رقيقه ولا يكون ولا تكون خشينه، يعني في الوسط. حنا كي نقولوا تاع طبيق، حلاه كي الفتحه تاع المطابيق. ونجيب الحشوه تاعي كما هكا تشوفوا. قلت لك حباها ديريها خبيزات صغيره ولا ديريها على شكل فطائر، نقولوا حنايا كما هكا. نسكرهم مليح. بعد ما نسكرها راح نلويها ونحمي الطاجين، تكوني محميتها من قبل.
تكوني مسخناته، وحطي على النار ثنيتهم، واللي ما يحبش من يثنيها يعاود يسكرها مليح مليح، وحطيها في الطاجين تاعك في الطاوة، ولا في الطاجين الطين ولا الطاجين العادي اللي عندك ديريه. تقدري ديريه حتى في الطاجين تاع الحديد المشبك اللي نطيبوا فيه عليه الخميرة. بهذه الطريقة نسكرها مليح مليح، لازم تسكريها. نحطها مباشرة في طاجين كما قلت لك لازم يكون سخون. ومن بعد ما نحطها دريكت ندهنها فقط بشوية زيت، وبعد ما نقلبها ندهنها زيت ولا بشوية زبدة باش تعطيني احمرار في الوجهين منا ومنا. ونقلبها مليح مليح كما تشوفوا، وضغطي عليها من الأجناب. راح نقلب لكم تشوفوا حبة كيف جاتني. المهم كل ما تحطي حبة لازم تدهنيها بشوية زيت، كل ما تحطي حبة تدهنيها بشوية زيت. شوفي كيف الاخرى كيفاش طابت لي ما شاء الله. حاولك انك بعد ما تطيبيها زيدي عاودي قلبيها من الجانب وعاودي طيبيها كما هكا. نقلبوها مليح ونطيبوها. كما قلت لكم هذه كانت وصفتنا سهلة وسريعة، مكوناتها موجودة في الدار وبسيطة، ونعرف لنا العجائن كامل يحبوها الكبار والصغار. ان شاء الله تجربوها. راح بعد ما طابت هسه نحطها في صحن التقديم لكم. حبة راح تشوفوها كما شوفوا كيف جاتني ما شاء الله، تحفة تحفة. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا، والى اللقاء. سلام.